عمرك سألت نفسك ليه بعد أي خناقة صعبة أو نوبة عياط قوية بتحس إنك مستريح فجأة بس في نفس الوقت جسمك تقيل وعايز تنام فوراً؟ المعظم بيقول إن ده مجرد إرهاق من كتر الزعل أو إن طاقتك خلصت وخلاص، بس الحقيقة العلمية أعقد وأجمل من كده بكتير. أنت جسمك في اللحظة دي حقنك في دمك بأقوى حقنة بنج طبيعية ومسكنات ألم موجودة على وجه الأرض عشان ينقذ شبكة أعصابك ومخك من انهيار محقق. أهلا بيك في حلقة جديدة من دهشة وحياة. النهاردة هندخل جوه عينك ونكتشف الصيدلية الربانية اللي بتفتح أبوابها وقت الأزمات وتنقذ حياتك. كوباية الشاي بتاعتك وركز معايا عشان هتتصدم من اللي بيحصل جواك. عشان نفهم المعجزة دي لازم تعرف إن عينك مش بتنزل نوع واحد من الدموع زي ما أنت متخيل. أطباء العيون والعلماء قسموا الدموع لثلاث أنواع أساسية. النوع الأول هو الدموع القاعدية، ودي مياه خفيفة جدا بتنزل مع كل رمشة عين عشان ترطبها وتحميها من الجفاف. النوع التاني هو دموع الطوارئ، ودي اللي بتنزل زي الشلال لما يدخل في عينك تراب أو أنت بتقطع بصل عشان تغسل العين وتطرد أي جسم غريب. لكن النوع التالت بقى هو ده بطل حلقتنا، وهو ده المعجزة اللي حيرت العلماء سنين طويلة. الدموع العاطفية اللي بتنزل وقت الحزن العميق أو الفرح الشديد. تخيل إن تركيبتها الكيميائية مختلفة تماماً عن أي مياه تانية في جسمك. لو أخدنا دمعة حزن وحطيناها تحت الميكروسكوب هتتصدم من المنظر. شكلها الهندسي مختلف تماماً عن أي دمعة تانية، كأنها خريطة معقدة جداً أو بلورة تلج فريدة من نوعها. العلماء بيقولوا إن الدمعة دي شايلة جواها شفرة ألمك عشان تخرجه بره جسمك. لما بتزعل المخ بيسجل حمل زايد من المشاعر السلبية، وممكن الحمل ده يدمر خلايا عصبية مهمة جداً. هنا اللوزة الدماغية اللي هي مركز الخطر في مخك بتضرب إنذار طوارئ في كل مكان. المخ بيدي أمر فوري ومباشر لغدد الدموع إنها تفتح المضخات بأقصى سرعة. في اللحظة دي الصيدلية اللي جوه عينك بتبدأ تصنع الدواء المخصوص لحالتك وتجهزه عشان ينزل يغسل روحك ويهدي أعصابك تماماً. الدموع العاطفية دي مش مجرد مياه وملح زي ما بيتقال، دي حرفياً مليانة مسكنات ألم طبيعية وهرمونات سعادة بتعادل أقوى الأدوية في الصيدليات. أول ما بتبدأ تعيط الصيدلية بتفرز هرمون الأكسيتوسين والإندورفين وبتخلطهم مع الدموع. الهرمونات دي بتدخل مجرى الدم فوراً وبتبدأ تخدر الإحساس بالألم النفسي والجسدي، عشان كده بتحس بتنميل خفيف أو راحة غريبة بعد نوبة البكاء الطويلة. انت مش بتضعف، انت جسمك بيعمل عملية إنقاذ آلي متطورة جداً ومش بيسيبك تنهار. الدموع هنا بتشتغل زي حقنة مهدئة بتطفي نار الغضب والحزن اللي كانت هتاكل أعصابك. فكرة إن العياط ضعف دي فكرة غلط تماماً، وما حصلش إن الطب أثبتها، بل بالعكس ده قمة القوة والتعافي. المعجزة ما بتخلصش هنا. الدموع العاطفية دي بتعمل وظيفة مذهلة وهي تنظيف الجسم من السموم. لما بتتعرض لضغط نفسي شديد جسم بيتملي بهرمون التوتر المرعب اللي اسمه الكورتيزول. لو الهرمون ده فضل في دمك هيعمل أزمات صحية ويسيبك دايما متوتر ومش مستريح. الصيدلية الربانية بتعمل إيه بقى؟ بتسحب الكورتيزول الزايد ده وتدوبه جوه الدموع وتطرده بره جسمك حرفيا مع كل دمعة بتنزل على خدك. يعني انت وانت بتعيط بتعمل ديتوكس كيميائي كامل بيغسل دمك من سموم التوتر. كل دمعة بتخرج معاها شحنة سلبية كانت هتأذيك، عشان كده كتمان الدموع بيحبس السموم جواك وتاكل في صحتك. مع أول دمعة بتنزل جسمك بيشغل نظام طوارئ تاني اسمه الجهاز العصبي الباراسمبثاوي. ده نقدر نعتبره الفرامل بتاعت جسمك اللي بتوقف أي انهيار. وقت الزعل ضربات قلبك بتبقى سريعة جدا ونفسك بيضيق وعضلاتك بتبقى مشدودة كأنك في معركة. الفرامل دي بتبدأ تهدي ضربات القلب بالتدريج وترخي العضلات المشدودة وتنظم تنفسك من تاني عشان ترجع لحالتك الطبيعية. الدموع هي المفتاح اللي بيشغل الفرامل دي. لما بتسمح لنفسك تعيط انت بتدي إشارة لمخك إن الأزمة خلصت وإننا نقدر نرتاح دلوقتي. دي عملية فسيولوجية معقدة جدا بتحصل في ثواني عشان تحميك من الجلطات أو الانهيار العصبي. تخيل إن شوية مية من عينك بتعمل كل السحر ده في جسمك. جوه الصيدلية دي في سر ثالث مدهش، وهو مادة كيميائية اسمها الإنكفالين. المادة دي حرفياً بتشتغل زي المورفين الطبيعي في الجسم وبتتفرز حصرياً مع الدموع العاطفية.
المادة دي بتنزل بتركيز عالي جدا عشان تخدر مناطق الألم في المخ وتخليك تفصل عن الواقع المرير لثواني وتاخد نفسك. ده بيفسر ليه أحيانا بعد البكاء بتحس بحالة من التوهان اللذيذ أو إنك مش قادر تفكر في المشكلة أصلا. مخك بيقفل ملف المناقشة والتفكير الإجباري وبيجبرك على الراحة التامة. المادة دي كمان بتساعد إنها تمسح جزء من حدة الذاكرة المؤلمة في اللحظة دي عشان تقدر تتجاوز الصدمة أسرع وما تفضلش عايش في نفس الدايرة المغلقة من الوجع النفسي. عشان كده دايما بعد ما بتخلص عياط بتحس إن رؤيتك بقت أوضح بكتير والألوان بقت زاهية حواليك. الموضوع ده مش إحساس نفسي وبس، ده حقيقة علمية. الدموع بتغسل قرنية العين وبتشيل أي شوائب ميكروسكوبية كانت مأثرة على الرؤية. بس الأهم من غسيل العين البيولوجي هو إن عدسة روحك نفسها نطفت من غشاوة الضغط والتوتر اللي كانت عمياك ومخلياك مش قادر تشوف حل لمشاكلك. لما الكورتيزول بيقل والمسكنات الطبيعية بتشتغل، مخك بيبدأ يرجع لحالة الصفاء الذهني وبتبدأ تفكر في المشكلة بهدوء وبدون انفعال. الدموع هنا بتشتغل زي مساحة إزاز بتنظف الرؤية عشان تعرف تسوق حياتك من تاني وما تخبطش في حيطة سد. الحالة الساحرة اللي بتوصل لها في النهاية دي العلماء بيسموها إعادة ضبط المصنع أو الريستارت الشامل. مخك اتفرمت من كل المشاعر السلبية وهرموناتك استقرت وجسمك رجع لحالة السكون والتوازن المثالي، كأنك اتولدت من جديد وجاهز تواجه الدنيا بقلب جامد. الانهيار اللي كنت خايف منه اتحول لعملية صيانة شاملة خلتك أقوى من الأول. كل خلية في جسمك بتحتفل إنك قدرت تتخلص من الشحنة المدمرة ليه بسلام. دي رحلة عظيمة بتبدأ من لوزة دماغك وبتنتهي بصيدلية عينك اللي بتصرف الدواء مجانا وبدون أي آثار جانبية. مفيش دكتور في العالم يقدر يكتب لك روشتة فيها كمية الشفاء والراحة اللي موجودة في دمعة واحدة صادقة طالعة من قلبك. فلو حسيت في أي لحظة إنك عايز تبكي، سيب الصيدلية الربانية بتشتغل براحتها وما تكتمش دموعك أبداً. الدموع مش ضعف زي ما المجتمع بيحاول يقنعنا، دي آلية إنقاذ ربانية متطورة جداً بتحافظ على صحتك وعقلك. احترم مشاعرك وادي لنفسك المساحة إنها تتعافى بالطريقة اللي ربنا صممها بيها. دلوقتي بعد ما عرفت السر ده كله، لسه مكسوف من دموعك؟ لو حلقة النهاردة فاجأتك ومسكت قلبك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد ومدهش. وقولي في التعليقات بتحس بإيه في جسمك بعد ما بتعيط من قلبك. هستنى أقرأ حكاياتكم وأرد عليها بنفسي. أشوفكم الحلقة الجاية من دهشة وحياة.